المشاهدون الأكارم، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائيات الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. برامج التنمية المنفذة عام 2022 تخلق بيئة ملائمة لأعمال فعالة. جهود لإعداد السماد الطبيعي في إقليم الكشبركة. أنشطة زراعية فاعلة في منطقة بدة. مقتل العشرات واستمرار عمليات الإنقاذ في حادث تحطم طائرة في نيبال. مقتل 13 مدنيا بهجوم لميليشيات مسلحة بالكونغو الديمقراطية. الحكومة تفرض حالة الطوارئ في البيرو في ظل استمرار الاحتجاجات. أهلا بكم. أفاد وزير الحكومة المحلية السيد ولدنكي الأبرهة في الاجتماع السنوي المنعقد في 16 و14 من يناير بأن برامج التنمية المنفذة في الأقاليم عام 2022 ظلت تخلق بيئة مناسبة لمزيد من العمل الفعال. وذكر حكام الأقاليم في التقارير المقدمة أن الخريف الماطر ساهم في تقوية أنشطة حماية التربة والمياه مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية فاعلة خاصة في الريف النائي واتخاذ خطوات نبيلة ومحمودة ساهمت في حل الخلافات بين القرى بالصلح. كما أفادت تلك التقارير عن إنجاز أعمال فاعلة بالتنسيق بين الحكومة والمواطنين في التنمية المعمارية وخاصة في بناء وصيانة المدارس والصحة والطرق، مشيرا إلى بذل جهود جبارة واتخاذ خطوات حاسمة للحد من اقتلاع الأشجار ونشوب الحرائق. وبعد أن ناقش الحضور على التقارير المقدمة بإسهاب، كشف الاجتماع عن البرامج التنموية التي تمنح الأولوية خلال عام 2023. في الختام قدم الوزير ولدنكيل القيام بعمل أكثر تنظيما لتنفيذ البرامج التنموية الموضوعة وتعزيز دور المدراء للتحصيل الضريبي جيدا، داعيا إلى مواصلة التوعيات المكثفة والخطوات المتخذة لحل الخلافات التي تخلق بين القرى بالصلح. أعلن مكتب وزارة الزراعة في إقليم الكشبركة في الاجتماع الذي عقده يومي 12 و13 من يناير في مدينة بارنتو، أعلن أن الجهود تبذل لتوسيع إدخال وإعداد واستخدام السماد الطبيعي وأساليب مكافحة الآفات والأمراض. وأوضح مسؤولو الزراعة في المديريات توزيع السماد المعد من الأعشاب البحرية وبقايا الأسماك لمنتجي الخضر والفاكهة مجانا، وتنظيم الدورات التدريبية لرفع الإنتاج والإنتاجية والسيطرة على جراد الأشجار بتعاون ومراقبة خبراء الزراعة والشعب. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان إن الجهود ستتواصل لإدخال السماد الطبيعي في المديريات والتوسع في زراعة البطاطا الحلوة في المناطق الغنية بالمياه. وطالب الاجتماع للتعرف بدقة لأعداد المواشي والقيام بالرقابة اللازمة وتوفير بذور البرسيم وتنظيم الدورات التدريبية في تنمية البذور الخضروات والفواكه ونشر قياسات الأمطار في جميع المديريات. تخرج 70 فنانا في 13 من يناير من دورة أدبية نظمت بالتنسيق بين مفوضية الثقافة والريادة الشؤون الثقافية وكونفدرالية العمال الوطنية، امتدت لفترة 3 أشهر. واشتملت الدورة التي قدمت نظريا وتطبيقيا وحاضر فيها عدد من الفنانين المخضرمين على مفاهيم التأليف وإخراج الأفلام وتأليف القصص السردية القصيرة والطويلة وسبل كتابة القصص الواقعية وكذلك التمثيل وتقمص الأدوار. وعبر النائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية السيد كبراب كيداني ذاكرا دور الأدباء في إبراز وحفظ وتوريث التاريخ والثقافة المجتمعية، عبر عن أمنياته الكبيرة في مساهمة الدورة في هذا المجال. وذكر أحد المدربين المؤلف والباحث عن التاريخ السيد ألم سجد تسفاي أن الأديب هو الطالب الذي يعيش وسط مجتمعه.
وتساعد الدورة على توريث الأعمال الأدبية إلى الأجيال المتعاقبة، إضافة إلى تطوير مواهبهم وميولهم، مناشدا إياهم لتطويرها بالعمل التطبيقي. وأكد ممثل الخريجين أن الدورة تساعد في تطوير مهنهم، موضحا العمل الدؤوب لتطوير ما اكتسبوه من معلومات. وقدمت في المناسبة فعاليات فنية عكست الخبرات التي اكتسبوها. في إطار الجهود الزراعية الحثيثة التي يقوم بها المزارعون في ضاحية بدة مديرية قلعلم، شهدت الضاحية تطورا ملموسا في الإنتاج الزراعي. وأوضح مدير الضاحية السيد إدريس قنصل أن الأمطار التي هطلت هذا العام في الضاحية بصورة متكافئة ساهمت في تحسين الذرة النامية في مساحة تقدر ب 750 هكتار مقارنة بالعام الماضي. وطالب المزارعون لتقديم دعم الآليات الثقيلة من أجل إصلاح 2650 هكتارا دمرته السيول. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. قال مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد. وقال جاجاناث نيبرولا المتحدث باسم سلطة الطيران المدني أن عمليات الإنقاذ مستمرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول تحطم الطائرة. وقال سودارشان بارتولا وهو متحدث باسم شركة الخطوط الجوية يتي إن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز TR 72 وكانت تقل 72 شخصا، من بينهم 4 من أفراد الطاقم و10 أجانب. وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها 8 جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم، ومن بينها قمة إيفرست، إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية. قتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في هجوم شنه مقاتلو ميليشيات على إحدى القرى المطلة على بحيرة البرت بإقليم إيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأفادت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية بأن مسلحي ميليشيات كوديغو شنوا هجومهم الماضي على قرية نيامامبا التي تبعد حوالي 70 كيلومترا شرق بونيا عاصمة إقليم إيتوري. وبلغ عدد ضحايا هذا الهجوم وفقا لحصيلة أولية 13 قتيلا، فيما نقل عدد آخر من الجرحى لم يحدد بعد إلى مرافق صحية قريبة من منطقة هذا الحادث المأساوي. من جانبهم دعا مسؤولون محليون الحكومة المركزية في كينشاسا إلى نشر القوات المسلحة الكونغولية في هذه المنطقة من أجل طرد أفراد ميليشيات كوديغو التي تحتل عدة مناطق مطلة على بحيرة البرت. أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ ل30 يوما في العاصمة ليما وعدد من المناطق، مع استمرار المظاهرات ضد الرئيسة دينا بلوارتي التي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا منذ 5 أسابيع. ويسمح هذا الإجراء للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية. وإلى العاصمة أعلنت حالة طوارئ بصورة خاصة في مقاطعتي كوسكو وبونو في جنوب البلاد وفي ميناء كالاو قرب ليما. من جهة أخرى قامت السلطات السبت بإعادة فتح مطار كوسكو الدولي بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البلاد، مما أغلق مرتين بسبب أعمال العنف. ويذكر أن الاحتجاجات اندلعت ضد بلوارتي بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في 7 ديسمبر وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به من السلطة. الخبر الأخير: توجت آر بوني جابرييل وهي مصممة وعارضة أزياء ومدربة حياكة من ولاية تكساس الأمريكية بلقب ملكة جمال الكون.
وأقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون في نيو أورلينز بالولايات المتحدة. وقال مسؤولون بنفس أن جابرييل هي أول أمريكية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة، وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكال أنديرنا مارتينيز وصيفة ثانية لجابرييل. وشاركت نحو 90 متسابقة من مختلف أنحاء العالم في المسابقة بحسب المنظمين. وكانت ملكة جمال الهند هارناز ساندهو قد توجت بلقب العالم العام الماضي. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. برامج التنمية المنفذة عام 2022 تخلق بيئة ملائمة لأعمال فعالة. جهود لإعداد السماد الطبيعي في إقليم الكاشبركة. أنشطة زراعية فاعلة في بدة. معطل العشرات واستمرار عمليات الإنقاذ في حادث تحطم طائرة في نيبال. معطل 13 مجنيا بهجوم لميليشيات مسلحة بالكونغو الديمقراطية. الحكومة تفرض حالة الطوارئ في البيرو في ظل استمرار الاحتجاجات. انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.